تخيل تكون قاعد مع مراتك وتيجي مكالمة واحدة بس تغير كل حاجة بينكم. مين كان يصدق إن مكالمة بسيطة ممكن تولع نار في بيت كامل؟ في يوم عادي كنت قاعد أنا ومراتي بنتفرج على التلفزيون، والموبايل رني. بصت في الشاشة وقالت لي بابتسامة غريبة: مين دي يا حبيبي؟ ببص لقيت الاسم مكتوب: خالتي نجلاء. اتوترت شوية بس رديت، وهي قالت لي: افتح سبيكر. رديت وأنا قلبي بيدق. خالتي قالت بصوتها المعتاد: إزيك يا حبيبي، وإزي مراتك القمر اللي خدت مكان بنتي؟ ابتسامة متوترة على وشي. قلت لها بسرعة: الحمد لله يا خالتي، كله تمام. وقفلت المكالمة. مراتي سكتت ولا كلمة. عدت الأيام وقلت خلاص الموضوع انتهى. لكن اللي حصل بعد كده كان أغرب من الخيال. بعد كام أسبوع مراتي قالت لي: عايزين نعمل عزومة كبيرة نلم العيلة كلها. وفعلا عزمنا الكل، من ضمنهم خالتي وبنتها. الأكل كان تمام والجو جميل. لكن فجأة مراتي قالت وهي ضاحكة: بصوا بقى يا جماعة، أنا عندي قصة غريبة قوي. الكل سكت وأنا قلبي وقف. قالت: صاحبتي كانت متجوزة واحد كان خطب قريبته قبلها، والنهاردة القريبة دي وأمها لسه بيحاولوا يخربوا بينهم. الكلام واقع زي القنبلة. خالتي وشها قلب ألوان، وبنتها نزلت عينيها في الأرض وأنا مش قادر أتكلم. والأغرب مراتي كانت بتبصلي بابتسامة خفيفة، كأنها بتقولي: أنا عارفة كل حاجة، بس بحذرك بطريقتي. قلنا في الكومنتات لو كنت مكانه كنت هتعمل إيه؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان توصلك كل القصص الجديدة.